تخيلوا الراجل عاوز يستخدم دهاءه على جحا وعاوز يبيع له المية اللي في البير. بس جحا رد عليه بحكمته. تعالوا نشوف هو ايه اللي حصل. كان في راجل باع لجحا بير، وبعد يومين جاله وقال له: أنا صحيح بعتلك البير، بس ما بعتلكش المية اللي في البير، فلو انت عندك رغبة في انك تستخدم المية دي فعليك انك تدفع مبلغ اضافي مقابل كده. فجحا ابتسم وبكل هدوء وحكمة رد عليه وقال له: فعلا الموضوع ده انا كنت عاوز اكلمك بخصوصه، وكنت عاوز اقولك بخصوص المية بتاعتك اللي في البير بتاعي. هديلك مهلة لغاية بكرة، لو انت مشيلتش المية بتاعتك فأنا هضطر آسفا إني أفرض عليك إيجار مقابل كده. فالراجل ارتبك واتحرج وما بقاش عارف يرد، وراح قال له: أنا كنت بمزح معاك. وهنا نتعلم إن انت لما تحب تاخد حقك تستخدم حكمتك، مش بالقوة ولا بالعنف. وزي ما بنقول فعلا إن أخذ الحق حرفة. واوعى تنسى إن من جوه دماغك هنطلع اللي ما يخطرش على بالك.